سلام غالياتي، واش راكم؟ راكم مليح ان شاء الله كما تكونوا مليح. كيما راكم تشوفوا غالياتي، اليوم جبت لكم الصابلي بالشوكولا. جبت لكم اول اقتراح لعيد الفطر المبارك. كملنا مع الوصفات تاع رمضان، دركا ندخلوا في الوصفات تاع العيد ان شاء الله. جبت لكم اول اقتراح البنات، جبت لكم الصابلي بزاف بنين. شوفوا البنات كيفاش خرج، الشكل تاعو يخرج بزاف بنين. جبت لكم بواحد الكريمه قمه قنبله في البنه البنات، وقسمت لكم انه باش تشوفوا كيفاش يخرج هشيش البنات، يخرج قمه في البنه. عجبتكم الوصفه حبيباتي؟ تبقى معايا لا فيديو بتعرفوا مراحل تحضير الوصفه وفرجه ممتعه. نبداو بسم الله في المقادير. ما تنسوش البنات تصلوا على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا صلى الله عليه وسلم. البنات حنا نبداو بالكريمه. هنا الكريمه واش نسحقوا؟ هنا عندي 80 غرام مارغرين مع 100 غرام شوكولا بيضاء. البنات هذه الكريمه نديروها تقدروا تخدموا ديروها كغاناج، وتقدروا تشبحوا بها من الفوق، وتقدروا ديروها كريمه تحشوا بها الصابلي ديالكم. ندي 100 غرام كما راكم تشوفوا. عباكم انا في البردو كامل شوكولا راهي جامده البنات. تقطعوها هكذا ومن بعد ديروها. انا درتها في الميكرووند، تقدروا ديروها في البلماغي كيما تحبوا البنات، الاقتراح يقعد ليكم. هكذا قطعتها ومن بعد تحطوها في طبسي هكذا، وديروا معاها 80 غرام مارغرين. تخدموا بالميزان البنات. نورمالمون الميزان راه رخيص، كامل عندنا ميزان. الميزان كاع واش يدير 50,000. انا الميزان ما حاجه ضروريه عندي في المنزل. درت 80 غرام وذوبوهم مع بعض البنات، ذوبوهم اونصوم. كي ذوبوهم تكملوا نخلطوا معاهم 250 غرام شوكولا بيضاء. اي نوعيه تحبوا المرجان، تحبوا اي نوع. ليسونسيال المرجان هي بزاف بنينه، كاينه ديك هابي فان بنينه. اي نوعيه تاع شوكولا بلون اعتمدوها. لصتو هذيك البلاره الصغيره ديروها كامل، ولا عندكم وحده كبيره كيما انا عندي تستعملوا ديو منها 250 غرام. تخلطوهم كامل مع بعض، تغطوهم بابي اليمونتير اون كونتاكت. تخلوها سوا تخلوها في الثلاجه تدي لكم واحد زوج سوايع 3 سوايع تصيبوها جمدت لكم، ولا تخلوها ليله كامله تصيبوها جمدت لكم. هذا مكان. ومن بعد باش نبداو نطلعوا فيها، انا خدمتها الافونس، حطيتها وخدمتها وكملتها وخليتها باتت لي. ومن بعد باش عمرت الصابلي ديالي، ادخلته هكذا بان فوي. ومن بعد البنات تغطوها وتخلوها تبرد، سواء قلت لكم في الثلاجه ولا تخلوها برا ليله كامله. كيما قلت لكم تغطوها هكذا بان ساشي ولا بابي اليمونتير اون كونتاكت، وتخلوها تبات. دوكا نبداو نحضروا في العجينه. احنا واش نسحقوا في العجينه؟ انا مديت لكم اليوم الكميه تاع 500 غرام، تقدروا تقسموها على زوج. انا كانت عندي درت كميه كبيره كما راكم تشوفوا، درت 500 غرام. حنايا واش نسحقوا؟ انا استعملت هنا مارغرين ماني، و500 غرام مارغرين نستعملوا معاها زوج كيسان سكر كلاص ناقصين اصبع. هي نورمالمون كاس معمر، بصح دائما انا نحب نقص في الحلاوه، دائما نقص هذاك اصبع تاع سكر كلاص. تخلطوا بالباتور، تقدروا تخلطوا بيديكم تجيكم نفس النتيجه، ما كان حتى مشكل. اللي ما عندهاش باتور تخلط بيديها. تخلطوا هذيك لا مارغرين مع سكر كلاص جيدا. ما نزيدوا لها، انا نزيد لها 4 صفر بيض مع حبه كامله فيه 500 غرام. ندير 4 صفار بيض مع حبة كاملة. ولا استعملتو 250 غرام مارغرين ديروا 3 صفار بيض. انا هذه هي العجينه ديالي اللي محتمدتها، عندي ديساني وانا محتمده هذه العجينه واحد 20 سنه وانا نخدم غير بيها، تجي بزاف بنينه. خلطوا هكذا داك البيض. ومن بعد البنات انا درت لها الزيت. العجينه بالزيت تجي بزاف هايله، وتضاعفكم في الكميه. درت 4 ملاعق زيت ونخلط. ومن بعد ديروا لها اي اضافه راكم حابين. حبيتوها فاني زيدوا لها هنا الفانيلا ولا ليفير شيميك خميره كيميائيه. حبيتوها شوكو درت هنا لافاني. وتنكوها باي منكه تحبوا. تقدروا تنكوها بعطر الشوكولا، تقدروا تنكوها بعطر الكراميل. هنا البنات درت لها، انا واش درت لها الجوز مطحون. تقدروا ديروا كوكا محمص ومطحون، لوز محمص ومطحون. انا درت 4 ملاعق جوز، خرجت لي واحد البنه بزاف هايله. درت هنايا 3 ملاعق كاكاو بني وتخلطوا. وتقدروا ما ديروش هذيك الاضافه تاع الكاوكاو ولا لوز ولا جوز، تقدروا تنحوها.
ميم كي ديروها تخرج لكم الصابلي بزاف بنين. ومن بعد ما درت الكاكاو نخلطو هكذا، ومن بعد نديرو لا فارين. الفرينة ديرو حتى تنضم لكم العجينة، وقبل ما نديرو الفرينة نديرو لا مايزينا. انا درت 2 كيسان مايزينا. درت ملعقة صغيرة تاع خميرة كيميائية باش يجيكم الصابلي محافظ على الشكل ديالو. ما تكثروش خميرة كيميائية، كيما 500 غرام شفتوني درت لها الملعقة اللي ناكلو بها الفلان كامل، درتها تاع خميرة كيميائية. ومن بعد ديروا الفرينة حتى تنضم لكم العجينة، وبرك ما تيبسوش العجينة، لازم تكون لكم عجينة طرية عفوا هكذا. وأنكو يبستوا العجينة واش ديروا، نعطيكم حل البنات. اللي كثرتوا الفرينة يبست لكم العجينة واش ديروا، تحكموا ملعقة مارغرين تعاودوا ديروها في العجينة ديالكم حتى توليكم طرية. هذا ما كان سهلة، ما تخسر لكمش العجينة عادي جدا. راني ندير في الفرينة كيما راكم تشوفوا غير بالعقل. هذه الكمية اللي تتحل لكم تاع 500 غرام تخرج لكم هكذا واحد 65 حبة، صديبون على حساب المول اللي خدمتو به. تقدروا غير بهذه العجينة تشكلوا أشكال، تشكلوا حتى 4 أشكال، وكل وحدة ديروا لها الكريمة ديالها. كل وحدة كيفاش ديروها، ديروها بشوكولا بلون، اللي ديروا تخلطوا شوكولا نوار، اللي تخلطوا شوكولا بلون مع شوكولا نوار كيما تحبوا. دوكا نبداو نفتحوا هكذا في العجينة كيما راكم تشوفوا. انا توجور نحب نفتح هكا فوق بابي كويسون. تقدروا ديروا ان ساشي كيس بلاستيكي وتفتحوا العجينه ديالكم وتقطعوها باي طابع راكم حابينه. الطابع اللي تحبوا تقطعوا به قطعوا به هكذا. فتحوها كيما راكم تشوفوا ومن بعد تقطعوها. حبيبتي الغاليات، لحقتوا لهذه المرحله عجبكم الفيديو ما تنساونيش حبيباتي بكومنتير شباب كيما نتوما، ولايك للفيديو، اشتراك في القناه باش يلحقكم غير جديد ان شاء الله. ان شاء الله كل مره نجيب لكم صابلي جديد ونجيب لكم وصفه جديده. انتظروني ندير لكم الوصفات تاع العيد ان شاء الله. رصد التفاعل نحط لكم كل يوم وصفه، عندي بزاف وصفات ما شاء الله. وانتم باش راكم حابين وصفات كتبوا لي في الكومنتير، انا نلبي لكم الطلب ديالكم. انا قطعت بهذا الطابع تاع الورقه كما شفتوني في اول فيديو، درت لكم شكل بزاف جميل راقي جدا بريزونطابل. ومن بعد هذه العجينه اللي تبقى لنا نديروها وحده فوق وحده، نعاودو نعجنوها وتكونوا شعلتوا الفرن ديالكم على درجه حراره 180 درجه. ومن بعد نحطوا هذيك الصابلي في الصينيه ونطيبوهم. كي طيبوهم خلوهم غير ينشفوا نحوهم، ما ما تيبسوش الصابلي ديالكم. كي يحمر لكم تنحيوه هكا، تنحوه فاسيلمون كي يكون فوق بابي كويسون يتنحى لكم فاسيلمون كيما راكم تشوفوا، حتى تكملوا كامل الكميه ديالكم بنفس الطريقه. ومن بعد تحطوهم يطيبوا على درجه حراره 180 درجه. كي يحمروا لكم تحت تنحيوهم، ما تخلوهمش حتى ينحرقوا لكم باش الحلوى ما تجيكمش يابسه. هايليك دوك نطيبهم بعد غير نشفوا لي نحيهم. هايليك الكريمه بعد ما بدت لي، شوفوا القوام ديالها كيفاش يكون. تقدروا كيما راهي تستعملوها كغاناج، تشبحوا به من الفوق هكذا وديروها في لابوش وتخدموا بها، وتقدروا تحشوا بها كيما درت انا. نحكم الباتور ونطلع هذيك الكريمه حتى تولي لي بيضه باش نحبس ونحشي بها هكا حتى تولي لي هكذا. دوك نديرها في اون بوش ونخدم بها. هذيك الصابلي بعد ما طاب لي شوفوا لي كيفاش خرج بزاف هايل. هاوليك بقى محافظ على الشكل ديالو كما قلت لكم. انا ما نكثرش خميره كيميائيه باش صابلي يبقى لي محافظ على الشكل ديالو. انا هنايا استعملت كريمه درتها في ان بوش، درت كابريس واستعملت الجوز. نتوما تقدروا تستعملوا واش تحبوا مكسرات، تحبوا النوازيت، تحبوا كيما تحبوا. نوازيت البندق يخرج بزاف مع هذه الكريمه. انا استعملت الجوز. مو في الوسط تقدروا ديروا كيما درت انايا كابريس، تقدروا ديروا توفيا كيما تحبوا، اختيار يقعد ليكم البنات. ونخدموا بلا بوش باش نسهلوا على روحنا الخدمه هكذا.
ومن بعد قلت لكم نديرو الكابريس هكذا في الوسط. كي تكملوا كامل ديروا الكريمه مع كابريس وكامل باش نديرو الحبات الفوقانيين هكذا. نتوما ديروهم كامل في صينيه ومن بعد ديروا لهم كامل كريمه كابريس المكسرات، ومن بعد ديروا من الفوق بداو تسقموا في الحبات، ومن بعد باش ديروا لهم شوكولا هكذا باش الخدمه ديالكم تكون منظمه هكذا البنات. البنات واش راكم حابين ندير لكم وصفه ثانيه؟ كتبوا لي في لي كومونتير اسكو ندير لكم مقروط، اسكو ندير لكم الكيك، عاد واش راكم حابين وصفات. انا حابه الكيكات ندير لكم مع العرايش ان شاء الله، ندير لكم الشراك ان شاء الله، المقروط، اسكو نكملوا في لي صابلي ولا نروحوا للحلويات التقليديه. انا نحب في العيد نحب ندير حلويات تقليديه، نحب لي صابلي، نحب ندير الشراك، نحب ندير العرايش، نحب ندير الكعكات قلاوه ودي صابلي هكا 2 موديل ولا 3 موديل تاع دي صابلي، وندير وشنو البنيون نموت عليه. شوفوا لازم تسقموها كامل هكذا، الحبه ديالكم لازم تسقموها باش في الاخير يخرج الشكل تاعها جميل. هنا استعملت شوكولا بيضاء، استعملت حوالي 200 غرام شوكولا بيضاء، درت لها قطعه صغيره تاع شوكولا بالحليب، ومن بعد درتهم في الميكرووند يذوبوا، ودركا راني نديرلهم 4 ملاعق زيت، باسكو الكميه تاع 500 غرام انا ما درتهاش كامل ورقه، درت موديل واحد اخر ومن بعد نبارطاجيه معكم. تخلطوا في كل 100 غرام شوكولا نعادلها ملعقتين زيت، سورتو رانا في الشتاء، في الصيف نديرو ملعقه وفي الشتاء نديرو ملعقتين، ومن بعد تقلاصو هكا بالشوكه وتحطوا فوق ان ساشي ولا بابي كويسون، لازم تحطوا في ساشي فوق ساشي ولا بابي كويسون باش الصابلي ما يلصقلكمش. وكي ينشف لكم كامل معنا في البرد تمتم ينشف تحكموه، ما تنحوش الزوائد بالموس، نو الزوائد كاش نحط لكم فيديو كيفاش نحي لكم الزوائد تاع الشوكولا، نحوهم بالمقص باش يخرج الشكل تاعهم متحوف هكذا. تقلاصيو الحبات ومن بعد هنا البنات هنا جبت عجينه الكامباست، تروحوا تشرو مع اللي على وزن الحلويات تقولي له عن عجينه الكامباست يمدلك، وجبت هذا الطابع اللي وريته لكم. عجينه السكر لونتها بالكاكاو والملون البني، خلطت الكاكاو مع ملون بني خرج لي هذا اللون. ومن بعد كي كملت كامل درت الحبات ديالي راني نديرهم في البغيون هكا غير في الاوراق. هذه الورود ما يتكلوش، علموا ولادكم الورود ما يتكلوش باسكو عجينه الكامباس ما تنتكلش والبغيون ما ينتكلش، يسمى هذا الحل الورده ما تنتكلش. شوفوا الشكل تاعها شحال خرج جميل. بعد نحكموا هذيك الشوكولا اللي كلاصينا بها نلصقوا فوقها الحبات ديالنا هكا، لصقوا بهم تلقى لكم فاسيلمون. وشدوا الشكل ديال الكاطو كيفاش خرج في الاول، خرج بزاف هايل، يخرج لكم بريزونطابل. والسلام عليكم في الوصفه القادمه ان شاء الله.